حكاية الغزال رودولف اللي دايما بنشوفه جنب شجرة الكريسماس وبابا نويل. زمان سنة 1938 روبرت ماي كتب قصة عن غزال صغير اسمه رودولف أنفه أحمر وبيلمع. بس المشكلة إنه كان منبوذ من باقي الغزلان عشان شكله المختلف. وفي ليلة عيد الميلاد الدنيا كانت مليانة ضباب، وبابا نويل كان متعب وهو بيحاول يوزع الهدايا للأطفال. وهنا كانت المفاجأة. بابا نويل خبط على بيت رودولف وطلب منه يساعده في جر عربة الهدايا عشان أنفه الأحمر يقدر ينور الطريق وسط الضباب. وفعلا رودولف وافق وبدأ الرحلة. لما رجع الغزلان والأطفال استقبلوه بحب وفرحة كبيرة لأنه ساعد في نشر السعادة في عيد الميلاد. الغزالة دي بقت رمز مهم في الكريسماس، مش بس عشان القصة لكن لأنها بتجدد قرونها في الربيع. وده في المسيحية رمز للتجديد والميلاد الجديد، زي ما المسيح جه عشان يقبل الجميع خصوصا المنبوذين والمستضعفين، ويجعل الكل واحد فيه، يقيم المسكين من التراب ويرفع الفقير من المزبلة للجلوس مع الشرفاء. كل سنة وانتم طيبين. خلي عيد الميلاد فرصة نفرح ونستقبل كل اللي حوالينا بحب زي ما ربنا استقبلنا. ميلاد مجيد.